دكتور، هو فصيلة الدم ممكن تعمل مشكلة؟ لا، هي مش مشكلة ولا حاجة. هي موضوع فصيلة الدم ده بسيط خالص. قصته عبارة عن احنا بنعمل الفصيلة ومعاها الار اتش. هو المشكلة كلها في الار اتش ده. الار اتش ده عبارة عن بروتين بيبقى موجود على كرات الدم الحمراء، وتقريبا هو بيبقى موجود عند معظم الناس، لكن في نسبة قليلة قوي من البنات ممكن يبقى مش موجود عندها، فبالتالي بيطلع عندها سلبي. لما بيطلع كده بنعمل للزوج كمان. لو هو كمان طلع سلبي خلاص احنا ما عندناش مشكلة في حاجة، انما لو هو طلع ايجابي فبتيجي بقى المشكله لما بتيجي في الولاده الاولانيه للبيبي. طبعا بيختلط دم الطفل مع الام، ففي الغالب الطفل بيبقى زي الاب ايجابي، فبيتسرب جزء من دم الطفل للام، وبالتالي الام بتتعامل معاه كانه جسم غريب، فبيبدا جسمها يكون اجسام مضاده وبيشيلها بقى عنده. لغايه هنا الطفل الاولاني ما فيهوش اي مشكله. نيجي بقى في الطفل الثاني، برضو بيكون ايجابي في الغالب زي الاب، فبيبدا جسم الام يهاجم الدم بتاع الطفل. المشكله بقى بتحصل للطفل الثاني، جسم الام بيبدا يتعامل معاه على انه جسم غريب وبيبدا يهاجم الدم بتاعه. ممكن الطفل يتولد بقى عنده تكسير حاد في الدم وعنده مشاكل كتير قوي، وممكن لا قدر الله يموت. فالحل بقى بيبقى ايه؟ لما يكون كده بندي الام حقنه بعد ولاده الطفل الاول. الحقنه دي بتعمل ايه؟ بتكسر كل الاجسام المضاده اللي في جسمها اللي اتكونت علشان ما يحصلش اي مشكله في الطفل الثاني.